السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي عام وأزهر دفعة 2027، أهلا بك يا صديقي العزيز. أنا شرحت لك الدرس الأول اللي هو قوى القوى، ده الدرس الثاني اسمه المعادلات الأسية. كده هقول باي باي للوحدة الأولى، وإن شاء الله بإذن الله هبدأ معاك في الوحدة الثانية. في أول درس في الوحدة الثانية درس مهم جدا 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 اسمه الدالة التربيعية، هشرحوه كده على المزيكا، يعني حاجة على هادية زبادي. نخلص الدرس بتاع النهارده وان شاء الله انتظرني طلب الثالثه اعدادي، هيبقى مواعيد نزول الحلقات خلاص كده هننتظم. طلب الثالثه اعدادي تنتظر الفيديوهات سبت وثلاث، سبت وثلاث، باكد للمره المليون. طلب الثالثه اعدادي تنتظر الفيديوهات بتاعتنا سبت وكام يا بطل؟ سبت وثلاث كده خلاص. طلب الثالثه اعدادي سبت وثلاث ان شاء الله تنتظر الفيديوهات اللي بتنزل. صديقي العزيز على مين؟ المعادلات الاسيه. اول حاجه انا عايز اعرف يعني ايه معادله اسيه. بص يا صديقي العزيز، اول ما اقول لك 2 اس اكس بتساوي كام؟ 16. مبدئيا كده لو انت ركزت معايا هتلاقي ان دي فيها يساوي، يعني معادله، لكن لو اكبر او اصغر يبقى متباين. طب اول ما تلاقي يساوي يبقى دي معادله، بس الاس ده عباره عن رمز، يبقى دي اسمها معادله اسيه. معادله ايه؟ اسيه. تمام كده. ده اساس وده اس، ده اسمه اساس وده اس يا صديقي العزيز. 2 اس اكس بتساوي كام؟ 16. ال 16 دي اول ما نفكها تبقى 2 اس 4. حلو، ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى الاكس بتساوي كام؟ 4. خلاص، يبقى اول معلومه بما ان الاساس اللي تحت بيساوي الاساس اللي تحت اهي، يبقى اذا الاس اللي فوق بيساوي الاس اللي فوق. خلصانه بالشياكه. تمام كده؟ يبقى اول قانون ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين. تعال نعكس القانون الثاني. بص يا صديقي، هنا بقول لك 3 اس اكس ناقص 5، 7 اس اكس ناقص 5. القانون الثاني انا كده هلم لك الدرس عشان ما نزيدش، بس عشان نقصر. يبقى القانون الاول ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين. ركز، القانون الثاني ما دام اللي فوق متساويين يبقى لازم اللي تحت يكونوا متساويين. طب يا مستر اللي تحت مش متساويين، يبقى اخد واحد من اللي فوق اساويه بالصفر واروح مطلع قيمه الرمز اكس، دي تطلع الناحيه الثانيه تبقى موجب 5. ما فهمتش؟ اعيد تاني. القانون الاول ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين. القانون الثاني ما دام اللي فوق متساويين يبقى لازم اللي تحت متساويين. طب اللي تحت مش متساويين اعمل ايه؟ اخد واحد من اللي فوق اساويه بالصفر واجيب قيمه اكس. كده خلصنا القانون الثاني. ادخل على القانون الثالث والاخير وكده يبقى الدرس اتفرمت، نبدا نحله على طول. اول ما ادخل على القانون الثالث بقول لك هنا 3 اس كام؟ اكس ناقص 1 هتساوي 1. الواحد ده هشيله، خلاص ماشي. الواحد ده ممكن احطه كام؟ 2 اس صفر، 5 اس صفر، 7 اس صفر، 6 اس صفر. يعني الواحد ده عباره عن عدد اس صفر، اي عدد اس صفر. هختار بمزاج انا؟ لا طبعا. هنا اول ما اشيل الواحد، ركز معايا كده، اول ما اشيل مين يا عم احمد؟ اول ما اشيل الواحد اهو، شلت الواحد. مين اللي هيحدد لي احط ايه؟ قال لي الاساس ده، مش الاساس 3، يبقى اخلي الواحد 3 اس صفر. ليه خليته 3 اس صفر؟ يبقى اللي بيتحكم في الواحد بيتشكل ازاي؟ الاساس الاول. ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين. اصبحت الاكس ناقص 1 بتساوي صفر، يبقى الاكس بتساوي السالب 1 تبقى موجب 1. خلاص كده؟ دول الثلاث قوانين. سكرينايه كده، الدرس خلص. الدرس خلص، يلا نحله عليه. بسم الله. هنا بيقول لي حل المعادلات الاسيه. تمام كده. هنا بقول لك 2 اس 3 اكس ناقص 2. ال 16 دي اشكلها، بس احط 2 عشان الاثنين تساوي 2. 2 اس كام؟ قال لي 2 اس 4. طيب ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين. عايز اجيب قيمه اكس، يبقى 3 اكس ناقص 2 بتساوي كام يا عم احمد؟ 4. الحد المطلق اللي هو سالب 2 بيروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. اصبحت ال 3 اكس بتساوي 4 و2 6. انا عايز اجيب قيمه اكس، يبقى عايز امشي الثلاثه، هقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3. الثلاثه ضاعت مع الثلاثه يبقى اكس بتساوي 6 على 3 بتساوي 2، يبقى الاكس بكام؟ ب 2. حلو صديقي العزيز، انا عندي 3 اس 2 ناقص اكس بتساوي التسعه دي تحت 3 اس 2، يبقى تطلع فوق اغير اشاره الاس يبقى 3 اس سالب 2. انا اول ما انقل العدد من تحت اطلعه فوق او من فوق انزله تحت، يعني من المقام يطلع في البسط او من البسط ينزل في المقام، بغير اشاره الاس على طول كده. طيب ماشي. لاحظ يا صديقي هنا ان اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى 2 ناقص اكس بتساوي كام يا عم احمد؟ سالب 2.
اتخلص من الحد المطلق. دي موجب 2 بنقولها بالاشاره اللي قدام. موجب 2 تروح تبقى سالب 2. اصبحت السالب اكس بتساوي سالب 2 وسالب 2 تبقى سالب 4. السالب ضاعت مع السالب، يبقى الاكس بتساوي كام؟ 4. في مشكله؟ لا. ادخل على السؤال اللي بعده. بص يا صديقي، هنا بيقول لي ايه بقى؟ ال 27 دي افكها هتبقى 3 اس 3. ال8 دي هتبقى 2 اس 3. الله، يعني انا بقول لك في 3 فوق و2 تحت. لو انت ركزت معايا، ال3 دي اس البسط وال3 دي اس المقام، يبقى ال3 دي اس مشترك للبسط والمقام. فانا قررت ان انا اطلع ال3 بره. حلو، دي 2 على 3 اس اكس. حلو، فهنا دي 3 على 2، مش عايز اساوي دول ببعض. طب ما دي 3 على 2 لكن دي 2 على 3، فانا هعمل ايه؟ عايز اخليهم زي بعض. فانا شقلبت، حطيت 2 فوق و3 تحت. اول ما شقلبت اغير اشاره الاس. حلوه، اصبح اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى اكس بتساوي كام يا عم احمد؟ سالب 3. خلصت. ماشي. 32 دي يا عم احمد افكها تبقى 2 اس 5. تمام، حلوه. ماشي. الاثنين دي مقامها 1. ايوه. النص ينزل. تمام، اس 2 اكس ناقص 1. تمام. شقلبت بقيت نص. اول ما شقلبت يبقى اغير اشاره الاس، بدل ما سالب تبقى موجب. ليه شقلبت؟ شقلبت يا عم احمد عشان اللي تحت يبقوا متساويين، فبالتالي اللي فوق يكونوا متساويين. اصبحت 2 اكس ناقص 1 بتساوي كام؟ سالب 5. السالب 1 يروح الناحيه الثانيه يبقى موجب 1. اصبحت ال 2 اكس بتساوي سالب 5 وموجب 1 تبقى سالب 4. انا عايز امشي الاثنين، اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين. دي ضاعت مع دي، اصبحت الاكس سالب 4 على الاثنين تبقى سالب 2. حلوه. السؤال اللي بعده، حل المعادلات الآتية في R. هو مين R؟ الأعداد الحقيقية اللي فيها الموجب والسالب والصفر والكسور العشرية والكسور العادية وكله. أول ما أجي أحل دي أنا بقول لك إيه؟ ركز معايا كده. ال 27 دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 3 أس 3. حلو. 3 أس 2 إكس تنزل. تمام. التلاتة دي تنزل، الأس اللي جوه يطلع يضرب اللي بره. حلو، فالأس اللي جوه التلاتة ضربت الإكس تبقى 3 إكس، والتلاتة ضربت سالب 1 تبقى سالب 3. فهمت إيه هنا؟ إن اللي تحت متساويين، ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين. أصبحت ال3 إكس ناقص 3 بتساوي 2 إكس. صديقي العزيز، هنا 3 إكس. انقل الاكسات. الله، انا عايز اخلي الاكسات مع بعض، يبقى اول ما انقل حاجه اغير اشارتها. نقلت الموجب 2 اكس يبقى سالب 2 اكس، ونقلت السالب 3 تبقى موجب 3. 3 اكس خدت منها 2 اكس تديني اكس، يبقى الاكس بتساوي كام يا عم احمد؟ 3. في مشكله؟ مفيش اي مشكله. طيب تمام. ال 125 دي عباره عن 5 اس 3. ال 625 عباره عن 5 اس 4. تمام. الخمسة دي تنزل. حلو. التلاتة دي الأس اللي جوه يطلع يضرب الأس اللي بره، فالتلاتة ضربت الإكس تبقى 3 إكس، والتلاتة ضربت الواحد تبقى 3. ماشي. الخمسة دي تنزل. تمام. الأربعة دي الأس اللي جوه يطلع يضرب الأس اللي بره، الأربعة ضربت الإكس تبقى 4 إكس، والأربعة ضربت السالب 1 تبقى سالب 4. أنا عملت ليه كده؟ عشان أخلي اللي تحت متساويين، فبالتالي اللي فوق يبقوا متساويين. حلو خالص. أنا عندي هنا 3 إكس زائد 3 بتساوي 4 إكس ناقص 4. أخلي الإكسات مع بعض والأعداد مع بعض. حلو خالص. عم أحمد، ال3 إكس دي تنزل زي ما هي أهي. هات لي ال4 إكس، بس بدل ما هي موجب تبقى سالب. ماشي. هنا عندي سالب 4، انقل الموجب 3، بس بدل ما موجب 3 تبقى سالب 3. يبقى خليت الاكسات مع بعض والاعداد مع بعض، بس اللي انا بنقله بغير اشارته. موجب 3 اكس وسالب 4 اكس يبقى سالب 1 اكس. سالب 4 وسالب 3 تبقى سالب 7. شلت السالب يمين مع السالب شمال، اصبحت الاكس بتساوي 7. خلصت. ركز معايا يا صاحبي. التسعة دي عبارة عن كام؟ 3 أس 2، وال25 دي عبارة عن 5 أس 2. تمام كده. هنا بقول لك 5 على 3 أس كام؟ أس 5 ناقص 3 إكس. ماشي. هنا عندي كام؟ 3 على 5 أس كام؟ الاثنين دي أس البسط والاثنين دي أس المقام، فخدت الاثنين ده أس مشترك للبسط والمقام. مضروبه فين يا عم احمد؟ في 2 اكس ناقص 7، عشان ده اس مشترك يطلع يضرب الاس اللي بره. ماشي. دي 5 على 3، عايز اخلي دي 5 على 3 يبقى اشقلبها. حاضر. اول ما شقلبتها بدل ما اقول 3 على 5
كتبت يا عم احمد؟ كتبت 5 على 3. اول ما شقلب يبقى اغير اشاره الاس. تمام كده؟ تمام. ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى انا عندي هنا 5 ناقص 3 اكس هتساوي دي. حط لي دي في ابسط صوره. دي فتوه تدخل تضرب كل اللي جوه. سالب 2 في 2 سالب 4 اكس. سالب 2 في سالب 7 سالب في سالب بموجب 2 في 7 ب 14. جميله دي. عايز اخلي الاكسات مع بعض، ما انا بقول لك حل يبقى عايزك تجيب قيمه اكس. عايز اخلي الاكسات مع بعض والاعداد مع بعض، فانا بقول لك ايه هنا؟ ركز معايا. ادي الخمسه دي تنزل اهي كعدد، انقل ال 14 بس بدل ما هي موجب تبقى سالب 14. حلو. عندي سالب 4 اكس، انقل السالب 3 اكس يبقى موجب 3 اكس. لو انت ركزت معايا سالب 4 اكس وموجب 3 يبقى سالب اكس. موجب 5 وسالب 14 يبقى سالب 9. السالب يمين ضاعت مع السالب شمال، اصبحت الاكس بتساوي 9. كده انا حليت المعادله وجبت قيمه المتغير. ماشي. ال 25 دي عباره عن 5 اس 2. حلو. 5 اس 2. عايز ادخل الخمسه دي تحت الجذر التربيعي، يبقى الاس بتاعها اضاعفه يعني اضربه في 2. يبقى ال 25 دي عباره عن كام؟ عباره عن 5 اس 2. عشان ادخل العدد تحت الجذر التربيعي يبقى الاس بتاعه اضاعف يعني اضربه في 2. ماشي. في جذر 5 اس كام؟ 3 اكس ناقص 1 هتساوي 1. ماشي. جذر 5 وجذر 5 يبقى جذر 5. في حالة الضرب أجمع الأسس، يبقى أجمع الأربعة اللي هو الأس الأولاني أجمعها مع الثلاثة إكس مع السالب 1. جمعت الأس الأولاني مع الأس الثاني. الواحد ده أشيله وأشكله، بس مين اللي بيتحكم في الواحد؟ الأساس اللي الناحية الثانية. فالواحد ده كتبته جذر 5 بس أس كام؟ 0، عشان جذر 5 أس 0 تديني 1. لو أنت ركزت معايا يا عم أحمد هتلاقي إيه هنا؟ صلى على النبي كده. ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى أنا عندي 4 زائد 3 إكس ناقص 1 هتساوي كام يا عم أحمد؟ 0. عندي هنا موجب 3 إكس. حلو. أنا عندي هنا موجب 4 كحد مطلق، خدت منه 1 يبقى موجب 3، يروح الناحية الثانية يبقى سالب 3. حلو. أنا عشان أجيب إكس يبقى هقسم هنا على 3 وأقسم هنا على 3. ال3 ضاعت مع ال3 يبقى الإكس بتساوي كام؟ سالب 3 على 3 يبقى سالب 1، يبقى الإكس بتساوي كام يا عم أحمد؟ سالب 1. بعده حل المعادلات الآتية برضه في R. الواحد ده أنا بشكله إزاي يا عم أحمد؟ الواحد ده بشكله، ركز معايا كده، الواحد ده بشكله على حسب مين؟ على حسب الأساس اللي عندي. فالواحد ده كتبته 5 أس 0. ليه عملت كده يا مستر؟ لأن ما دام أنا هخلي اللي تحت متساويين فبالتالي اللي فوق متساويين، يبقى إكس تربيع ناقص 4 بتساوي 0. السالب 4 تروح الناحية الثانية يبقى إكس تربيع بتساوي موجب 4. أنا عايز أجيب إكس، يبقى عايز امشي التربيع، يبقى اخد جذر تربيع يمين وجذر تربيع شمال. الجذر التربيعي مشى التربيع يبقى الجذر التربيعي للرمز يديني موجب او سالب. جذر الاربعه كام؟ 2. ماشي. هنا يا صديقي العزيز استنى بقى، اللي فوق متساويين. مش احنا اتفقنا في القانون الاول لو اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين؟ ايوه. القانون الثاني لو اللي فوق متساويين يبقى لازم اللي تحت يكون متساويين. طب لو اللي تحت مش متساويين اخد واحد من اللي فوق اساويه بالصفر. هنا اللي فوق متساويين لازم يكون اللي تحت متساويين بس اللي تحت مش متساويين، يبقى اخد واحد من اللي فوق اساويه بالصفر عشان اجيب قيمه اكس. دي تروح الناحيه الثانيه تبقى موجب 2. خلصت. هنا واضح ان اللي فوق متساويين يبقى لازم اللي تحت يكونوا ايه؟ متساويين. طب اللي تحت مش متساويين يبقى اخد واحد من اللي فوق اساويه بالصفر. 2 اكس بتساوي دي تطلع الناحيه الثانيه تبقى 4. اقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين. الاثنين ضاعت مع الاثنين يبقى الاكس بتساوي كام يا عم احمد؟ 2. في معلومه صغيره كده عايزك، انا بقول لك لاحظ. اول ما اقول لك يا صديقي العزيز القيمه المطلقه لاكس بتساوي 5، جيت انا شطبت القيمه المطلقه وطلعت اكس، اوتوماتيك لازم احط اشاره الناحيه الثانيه موجب او سالب. تاني، القيمه المطلقه لاكس بتساوي 3. اول ما اشطب القيمه المطلقه واطلع الاكس يبقى ما دام شطبت القيمه المطلقه الناحيه الثانيه احط موجب او سالب. احفظها. طيب هنا صديقي العزيز ال8 شكلتها بقيت 2 اس 3. 2 اس 3 ب 8. ليه عملت كده؟ عشان اللي تحت يساوي اللي تحت يبقى اللي فوق يساوي اللي فوق. اصبحت القيمه المطلقه للاكس اللي فوق يساوي اللي فوق. انا عايز اكس مش عايز القيمه المطلقه لاكس. ما دام انت عايز اكس ادي الاكس اهي، يبقى احط لك موجب او سالب. خلصت. السؤال اللي بعده. بص يا صديقي هنا بيقول لي ايه بقى؟ شايف المعلومه دي؟ شايفها. الاربعه دي عباره عن كام؟ انا هنا بقول لك جذر 3 على 2 اس اكس. حلوه.
الاربع دي عباره عن 2 اس 2 والتسعه دي عباره عن 3 اس 2. حلو. الاثنين دي اس البسط والاثنين دي اس المقام، فانا عملت 2 على 3 والاثنين دي اس مشترك للبسط والمقام. تمام ماشي. هنا عندي 2 على 3 وهنا عندي 3 على 2. تمام. انا هعمل ايه بقى؟ رحت مشقلب. اول ما جيت اشقلب انا عم احمد شقلبت، يعني شلت الاثنين من فوق وشلت الثلاثه من تحت. ليه؟ عشان اغير، احط الاثنين فوق، احط اسف الثلاثه فوق والاثنين تحت. شقلبت يعني طلعت الثلاثه فوق ونزلت الاثنين تحت. ما دام شقلبت يبقى غير اشاره الاس. تمام كده. هنا الجذر التربيعي 3 على 2 اس كام؟ اكس. حلو. انا جيت هنا دي 3 على 2 دخلتها تحت الجذر التربيعي. ما دام دخلتها تحت الجذر التربيعي اوتوماتيك على طول اضاعف الاس، يعني اضاعفه يعني اضربه في 2. مش بضربه في نفسه، بضربه في 2. يبقى اول ما يكون عندي عدد ادخله تحت الجذر التربيعي بضاعف الاس. عارف يعني بضاعف الاس؟ بدل ما هو طبعا اضاعفه يعني اضربه في 2. حلو. لو انت ركزت هنا اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى الاكس بسالب 4. يبقى الاكس بكام يا عم احمد؟ بسالب 4. فانا شلت الاكس هنا وحطيت مكانها سالب 4، يبقى 2 على 3 تنزل. الاكس بسالب 4 دي موجب 1 تبقى سالب 3. حلو. ما ينفعش الاس يبقى سالب، فانا شقلبت قلت 3 على 2. اول ما شقلبت غيرت اشاره الاس بقيت موجب. الاس ده يتوزع على البسط ويتوزع على المقام، يعني 3 اس 3 و2 اس 3. 3 اس 3 ماشي ب9. 3 اس 3 يعني الثلاثه مضروبه في نفسها 3 مرات تديني 27. 2 اس 3 يعني 2 مضروبه في نفسها 3 مرات تديني كام؟ 8. ماشي. هنا صديقي بيقول لي ايه بقى؟ اثبت ان الاكس بتساوي واي. حلو. تمام. ال8 دي عباره عن 2 اس 3، فانا بقول لك جذر 2 اس واي زائد 6. الاثنين دي 2 اس 3. عايز ادخل الاثنين تحت الجذر. اول ما ادخل الاثنين تحت الجذر الاس ده اضاعفه، يعني اضربه في 2 يديني كام؟ 6. مش اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى واي زائد 6 بتساوي 6. الموجب 6 تروح الناحيه الثانيه، اصبحت الواي بتساوي 6 ناقص 6 يبقى الواي بصفر. الواي بكام؟ بصفر. تمام كده. الواحد ده انا بقول لك 3 على 2 اس اكس. الواحد ده اشكله على حسب الاساس، فانا كتبت الواحد 3 على 2 عشان تبقى زي دي، بس اس كام؟ صفر. فالاكس هنا ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى الاكس بكام؟ بصفر. الواي بصفر والاكس بصفر، يبقى اذا الواي بتساوي الاكس، كلاهما قيمتها بصفر. السؤال اللي بعده، اوجد قيمه اكس. ماشي. انا عشان اجيب قيمه اكس بقول لك ايه؟ ركز معايا. ال8 دي 2 اس 3 لكل اكس في 9 اس اكس. ال18 دي عباره عن 2 في 9. 2 في 9 بس الاكس ده اوزعها على الاولى واوزعها على الثانيه. كله ده بيساوي 16 وال16 2 اس 4. تمام. لو انت ركزت معايا هتعمل ايه؟ ال9 اس اكس فوق ضاعت مع ال9 اس اكس تحت. تمام. الثلاثه دي تطلع تضرب مين؟ اللي فوق. الاس اللي جوه يطلع يضرب اللي فوق. تمام. اصبحت دي 2 ودي 2 خدت منهم واحده. في حاله القسمه اطرح الاسس 3 اكس خدت منها اكس يبقى 2 اكس. كده انا صفيت الناحيه الشمال بتساوي 2 اس كام؟ 4. حلو. ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، اصبحت الاثنين اكس بتساوي 4. انا هقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين، الاثنين ضاعت مع الاثنين يبقى الاكس بتساوي 4 على الاثنين يبقى تديني 2. خلصت. ماشي. ركز معايا يا صاحبي. دي 2 اس اكس. التسعه دي عباره عن 3 اس 2. 3 اس، لا ثانيه بقى عشان ايه؟ لا في طريقه ثانيه اسهل من كده. دي 9 اس اكس زائد 1. ماشي. ال18 دي عباره عن 2 في كام؟ في 9. بس الاس بتاعها اوزعه على الاولى واوزعه على الثانيه. كله ده عندي 3 اس اكس. في مشكله؟ مفيش اي مشكله. على فكره انا بقول لك ان الرياضه ليها كذا ايه؟ طريق. انت مشيت يمين وانا مشيت شمال وهو ماشي فوق وده ماشي تحت. تعددت الطرق بس عايز الناتج يكون نفس الناتج. نفس الناتج. 2 اس اكس فوق ضاعت مع 2 اس اكس تحت، خلصانه. دي 9 ودي 9 فانا خدت منهم واحده. اقول الاس بتاع البسط ناقص الاس بتاع المقام. كله ده بيساوي كام يا عم احمد؟ 3 اس اكس. الموجب اكس والسالب اكس ضاعوا مع بعض. ليه؟ عشان ده واحد موجب والتاني سالب، بيجي 9 اس 1 وال9 اس 1 بكام؟ ب9. يعني انا عايز اشطب دول. عايز اشطب دول. ال9 دي اول ما اشطبها شطبت ال9 كتبت ال9 دي 3 اس كام؟
كتبت التسعة دي 3 أس 2. ليه؟ عشان أقول لك إن اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى الإكس بكام؟ خلصت. السؤال اللي بعده، أنا عايز أجيب قيمة إكس. ماشي. هنا عندي 2 أس إكس في 3 أس إكس. 12 دي عبارة عن 2 في 6. 2 في كام؟ في 6. تمام كده؟ 2 في 6. طيب 2 في 6 الأس ده يتوزع على الأولى ويتوزع على الثانية، في مشكلة؟ لا. طب أنا هستأذنك في حتة بقى. شلت الستة دي وكتبت الستة دي 2 في 3، بس الأس إكس بتاع الستة يتوزع على الأولى ويتوزع على الثانية، في مشكلة؟ لا. هنا عندي نص. تمام كده. طيب ماشي يا عم أحمد، لو أنت ركزت معايا هتلاقي إيه؟ 2 أس إكس فوق ضاعت مع 2 أس إكس تحت، 3 أس إكس فوق ضاعت مع 3 أس إكس تحت، في مشكلة؟ مفيش مشكلة. 2 أس إكس طلعت فوق تبقى 2 أس سالب إكس، دي 2 أس 1 تحت تطلع فوق يبقى 2 أس سالب 1. ماشي. اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، أصبحت السالب إكس بتساوي سالب 1، شلت السالب مع السالب يبقى الإكس بتساوي كام؟ 1. ماشي. هنا عندي إيه بقى؟ ركز معايا. هنا 12 دي عبارة عن كام؟ لا ثانية، 12 دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 4 في 3. 12 دي فكتها 4 في 3، فالأس بتاعها يتوزع على الأول ويتوزع على الثاني. هنا عندي 2 في 3، بس دي أس إكس ناقص 1 ودي أس إكس ناقص 1. كل ده بيساوي كام يا عم أحمد؟ 1. حلو. التلاتة أس إكس ناقص 1 ضاعت مع التلاتة أس إكس ناقص 1، في مشكلة؟ مفيش أي مشكلة. شلت الأربعة دي لأن الأربعة دي عبارة عن كام؟ شلت الأربعة دي أهي شلتها. الأربعة دي كتبتها عبارة عن 2 أس 2. تمام كده. 2 دي تطلع تضرب اللي بره، ف2 دي ضربت الإكس و2 دي ضربت السالب 1. نمشي خطوة خطوة. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ أدي 2. 2 دي ضربت الاكس يبقى 2 اكس، و2 ضربت سالب 1 تبقى سالب 2 على 2 اس اكس ناقص 1. كله ده بيساوي كام؟ 1. ماشي. هنا اعمل ايه بقى؟ ادي 2 وادي 2 خدت منهم واحده. الاس بتاع البسط 2 اكس ناقص 2 ناقص الاس بتاع المقام. اول ما اقول ناقص، الناقص يدخل على الاكس يبقى سالب اكس، والناقص يدخل على الواحد يبقى موجب 1. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 1. بس الواحد ده كتبته 2 أس 0 عشان يبقى دول متساويين. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين. تمام كده. 2 اكس خدت منها اكس تديني اكس، سالب 2 وموجب 1 يبقى سالب 1. يبقى صفيت دول كلهم بس اساويهم، مش اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، صفيت دول كلهم وسويتهم بالصفر، فالاكس تنزل والسالب 1 تطلع تبقى موجب 1، يبقى الاكس بكام؟ ب1. ماشي. بص يا صديقي، هنا بيقول لي بقى هنا 2 على كام؟ دي 2 على 2. ماشي؟ هنا دي 2 على 3، انا اسف دي فيها غلطه. دي 2 على 3 ودي 2 على 3، يبقى الاكس بتساوي كام؟ 9. يبقى الاكس بتساوي كام؟ 9. غلطه كتابيه زي بعض. السؤال اللي بعده، هنا يا صديقي العزيز بقول لك 2 أس 4. ما 16 دي 2 أس 4 تطلع فوق، يبقى أنا عندي إكس أس 4 بتساوي كام؟ 2 أس كام يا عم أحمد؟ 2 أس سالب 4. 2 أس سالب إيه؟ 4. 2 أس إكس أس 4 دي، يبقى أنا عندي هنا 2 أس كام؟ سالب 4. طيب تمام كده. الاتنين دي مقامها كام؟ 1. دي اكس اس 4، فانا عملت ايه؟ 2 دي شقلبتها بقيت نص. اول ما شقلبت يبقى غيرت اشاره الاس. اول ما شقلبت غيرت اشاره الاس. ما دام اللي فوق متساويين يبقى اللي تحت متساويين، يبقى الاكس بتساوي نص. الاكس بتساوي نص. فكره حلوه. السؤال اللي بعده، هنا عندي يا صديقي ال 27 دي عباره عن 3 اس 3، فانا عندي 3 اس 2 اكس ناقص 1. ال 27 3 اس 3 تطلع فوق تبقى 3 اس سالب 3. ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، اللي فوق متساويين. 2 اكس ناقص 1 بتساوي سالب 3. السالب 1 اللي هو الحد المطلق يروح الناحيه الثانيه يبقى موجب 1. فانا عندي 2 اكس بتساوي كام؟ سالب 3 وموجب 1 تبقى سالب 2. هنا اقسم على الاثنين وهنا اقسم على الاثنين، الاثنين ضاعت مع الاثنين يبقى الاكس بتساوي كام؟ سالب 1. الاكس بتساوي سالب 1. هنا عندي ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى انا عندي 2 اكس ناقص 3 بتساوي 1 ناقص 2 اكس. عايز ايه؟
عايز اخلي الاكسات مع بعض والاعداد مع بعض عشان اجيب قيمه اكس، واللي انا بنقله من اليمين للشمال او من الشمال لليمين بغير اشارته. يبقى انا عندي هنا 2 اكس ماشي، انقل دي سالب 2 اكس تروح تبقى موجب 2 اكس، وهنا عندي 1 السالب 3 يروح يبقى موجب 3. 2 اكس و2 اكس يبقى 4 اكس بتساوي كام يا عم احمد؟ بتساوي 4. هنا اقسم على الاربعه، هنا اقسم على الاربعه، الاربعه ضاعت مع الاربعه يبقى اكس بتساوي كام؟ 1. اكس بتساوي 1. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ايه بقى؟ ماشي، هنا جذر 3 بتساوي دي. حلو، هنا جذر 3 اهي، ركز معايا، اكس زائد 1 بتساوي دي جذر 3. التلاتة دي عشان ادخلها تحت الجذر يبقى جذر 3 اس 2. جذر 3 اس 2. يبقى انا عندي جذر 3 وجذر 3 اخد منهم واحده. في حاله الضرب اجمع الاسس يبقى دي بتساوي كام؟ 3. ما دام جذر 3 ودي جذر 3 متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى اكس زائد 1 بتساوي 3. الموجب 1 يروح بعكس الاشاره يبقى اكس بتساوي كام؟ 2. اكس بتساوي 2. تمام كده. هنا بيقول لي ايه؟ الواحد ده اقدر اشكله اي عدد اس صفر، بس اللي بيتحكم في الواحد الاساس اللي جنبه، فانا بشكل الواحد اخليه 2 اس صفر. اللي بيتحكم في شكل الواحد الاساس اللي جنبه. طب ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى اكس ناقص 3. اكس ناقص 3 بتساوي صفر، دي تروح الناحيه الثانيه يبقى اكس بتساوي كام؟ 3. يبقى الاكس بكام؟ ب3. هنا ال8 دي 2 اس 3. طب ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى الاكس بكام؟ ب3. هنا الله، دي طبعا دي 3 اس 1. ما 3 ما عليهاش اس يبقى الاس بتاعها ايه؟ 1. ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى سالب اكس بتساوي 1. هقسم هنا على سالب 1 واقسم هنا على سالب 1. السالب ضاعت مع السالب يبقى اكس بتساوي 1 على سالب 1 تبقى كام؟ سالب 1. اخليها سالب 1 من هنا من الشمال، يبقى اكس بتساوي سالب 1. سالب 1. سالب 1. السؤال اللي بعده هنا ما دام اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، اللي فوق متساويين يبقى 2 اكس ناقص 1 بتساوي اكس زائد 2. اخلي الاكسات في ناحيه والاعداد في ناحيه. 2 اكس، هات الاكس دي بعكس الاشاره. حلو، وهنا عندي موجب 2، انقل السالب 1 بعكس الاشاره. 2 اكس خدت منها اكس تديني اكس، يبقى الاكس بتساوي كام؟ 3. يبقى الاكس بكام؟ ب3. السؤال اللي بعده هنا ما دام اللي فوق متساويين يبقى المفروض اللي تحت متساويين. ما دام اللي فوق متساويين يبقى اللي تحت متساويين. ما دام اللي تحت مش متساويين يبقى امسك واحد من اللي فوق اساويه بالصفر، الاكس تنزل ودي تروح الناحيه الثانيه تبقى 1. يبقى الاكس بكام؟ خلصت. هنا ال 27 دي عباره عن 3 اس 3. حلو ماشي. ال9 دي 3 اس 2، ف2 طلعت ضربت الاكس. تمام كده. طب ما دام دي 3 ودي 3 اللي تحت متساويين يبقى اللي فوق متساويين، يبقى 2 اكس بتساوي 3. انا عشان اجيب الاكس امشي الاثنين، اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، الاثنين ضاعت مع الاثنين يبقى الاكس بتساوي 3 على الاثنين. الاكس بتساوي 3 على الاثنين. اخر سؤال يا ابطال. ماشي. هنا 5 اس 2 اكس ناقص 1. دي 1 على 5 شقلبتها خليتها 5 على 1 يبقى غير اشاره الاس تبقى كام؟ 7. ليه؟ عشان اخلي اللي تحت متساويين فبالتالي اللي فوق متساويين. اللي فوق متساويين يعني 2 اكس ناقص 1 بتساوي 7. اودي السالب 1 الناحيه الثانيه يبقى 2 اكس بتساوي كام؟ السالب 1 يروح يبقى موجب 1 تبقى 8. هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، الاثنين ضاعت مع الاثنين يبقى الاكس بتساوي كام؟ 4. الاكس بتساوي كام؟ 4. بكده اكون فرمت الدرس الثاني. المعادلات الاسيه اتفرم. في اي افكار؟ لا الحمد لله رب العالمين دعكنا بالكامل. يا صديقي العزيز كده يبقى الوحده الاولى في امان. تمام. طيب ظبطنا الوحده الاولى، يبقى ان شاء الله باذن الله احنا اتفقنا ان موعدنا هتكون سبت وثلاث. انتظر مني بدايه قويه جدا 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 للوحده الثانيه، واول درس هيكون الداله التربيعيه، هيتشرح باسلوب مختلف. كل الناس اللي بتسمع الفيديو تشترك في القناه وتشير الفيديو لكل زمايلها وكل اصحابها. عايزين نوصل لكل طالب وطالبه، يعني اي حد من الاولاد والبنات، ولادي وبناتي طبعا اتشرف ان هم يكونوا موجودين معايا على القناه. يشير اللينك ده لكل زمايله وكل اصحابه، كل الناس تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان اي اعلان او اي حاجه تخص ثالثه اعدادي توصل لك. ان شاء الله باذن الله المواعيد بتاعتنا هتثبت سبت وثلاث. اشوفكم على خير. احلى سلام.